تعالوا في الفيديو ده نتكلم عن sequential stages أو مراحل متسلسلة للماركتير أو شخص مسؤول عن عملية التسويق يحاول يخلي العميل يمشيهم كلهم كده. أول ستيج ودي أهم واحدة فكرة ال awareness، الوعي والإدراك، إن يكون aware of the existence of this product or service، يبقى عنده وعي وإدراك بوجود هذا المنتج أو الخدمة في الماركت في السوق. طب لما يكون عنده وعي ده يوصلنا لستيج نمبر 2، إن هو يبتدي to seek and gain information about them، إن هو يبتدي يبحث ويحصل على معلومات عنهم. طب لما يبتدي يحصل على معلومات عن المنتج هيؤدي إليه ستيج نمبر 3، احتمال كبير جدا إنه يبتدي يبقى عنده positive attitude towards this product or service، يبقى عنده مشاعر إيجابية تجاه هذا المنتج أو الخدمة وهو المطلوب. طيب ده ممكن يؤدي لستيج نمبر 4، إنه لما نديله free trial أو مثلا يعني product sample أو عينة من المنتج ونقول له جربها، يبقى مستعد إن هو يجربها، لأن هو يعني بالمعلومات اللي حصل عليها اتشجع إن هو يجربها. فده ستيج نمبر 4، وده يوصلنا لستيج نمبر 5، إنه بعد كده يبقى عنده feeling of satisfaction أو شعور بالرضا. الشعور بالرضا هيوصلنا لستيج نمبر 6، وده أكيد الهدف الأساسي، فكرة ال purchasing أو buying behavior، إن يبقى عنده سلوك الشراء، إن هو يبتدي يشتري. هل هنتوقف عند ستيج نمبر 6؟ في ستيج نمبر 7 حاجة اسمها repurchase patterns، أنماط إعادة الشراء. عايزين يبقى frequent buyer بقى، يشتري على طول ويبقى loyal customer، يبقى عميل عنده ولاء لهذا المكان اللي بيقدم المنتج أو الخدمة. دي الستيجز بمنتهى الاختصار. شكرا.